في واحد قال لي أدعم جيشك. طيب لما الجيش يمنع البلد إنه تخرب يبقى جيشنا ويبقى لينا. لما الجيش يمنع أي ميليشيا تضرب ويرفع أصبعه جوا عينا يبقى جيشنا ويبقى لينا. لما الجيش يبقى جيش وطني وبطولي ويرفض الحكم الشمولي ويرفع الظلم اللي علينا حيبقى جيشنا ويبقى فينا ويبقى لينا ويستحق أكبر تحية. حيبقى جيش الدولة فعلا ما سلاح للأرزقية وما أدى في يد المحاور. كل ما يجروا الدفاتر يشتغل أوكي وحاضر. يبقى أعظم جيش رهينة لكيان محتل وغادر ولمصالح روسيا علنا للسياسة الخارجية. هل في زول سوداني بيرضى إنه قائد جيشه يركع للجيوش الأجنبية؟ يا خس يا وسخ المجالس ويا خسارة العسكرية. وما كلنا عرفنا الخسائس والمراسيل والدسائس والزيارات الخفية ولا إيه؟ إحنا نستهبل يا بيه. دي الشوارع مش غبية وإحنا حاضرين المسلسل وإحنا حافظين السيناريو وإحنا عارفين الوصية. ما هي نفس شماعة العساكر في دول لسه بتعافر شان تذوق العافية مرة وتستريح بس لو شوية. فلما نرجع جيشنا لينا ويلتزم بحكم مدني ويحرس البلد الفتية نحن حنشمر ضراعنا وجنبه حنقف للنهاية وليه حنأدي التحية.